رسميا رئيس استاد القاهرة الزملكاوي وليد عبد الوهاب يعلن الحرب عن النادي الاهلي، مش هنستضيف النادي الاهلي تاني ومفيش ماتش بين الاهلي وبيراميدز على الاستاد. تحدث وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، تحدث وكأنه مثلا هو صاحب الاستاد، كأن مثلا استاد القاهرة ده بتاعه، هو اللي يقول امتى يقفله وامتى يفتحه وامتى يسيبه للاهلي يلعب فيه وامتى لا. وعلى فكرة وليد عبد الوهاب زملكاوي متشدد ومتعصب كمان، لانه وليد عبد الوهاب قبل كده كان له مقابلة صحفية، مقابلة لقاء كان ناري على قناة الزمالك ايام مرتضى منصور. وليد عبد الوهاب رئيس استاد القاهرة أعلن بشكل تام رفض استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة، وذلك بسبب تصريحات المدير الفني مارسيل كولر ضد أرضية ملعب الاستاد. طبعا دلوقتي اللي بيعمله وليد عبد الوهاب ده بيفكرنا بتصريحات الراحل أحمد رفعت إن في مسؤولين بيستغلوا نفوذهم ومراكزهم من أجل إنهم ياخدوا قرارات على صالح هواهم ومزاجهم وليس لصالح المصلحة العامة.